اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. صباح الخير البنات، صباح النور، صباحكم ورد وياسمين. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي وانتم تتفرجوا في الفيديو متاع اليوم. صليوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باهي شغل بنات، السيكونس هذيك اللي ريتوها اول فيديو هذاك راهو اسحوري. اليوم انا صايمه. هذا الفيديو متاع نهار الاثنين، قلت لكم ان شاء الله باش نسيم اثنين ثلاث وخميس. دونك الفيديو هذايا نصور فيه معكم وانا صايمه. كما شفتوا فطور الصباح ولا بلوتو السحور. السحور متاعي عملت قهوه، سمت عظمه، عندي شو اسمها البنات هذيك، غرايف. عندي غرايف سخنتها، زدتها شويه سكر وشويه زيت زيتونه وشني حطيت ياغورت. الياغورت ما كليتهاش الكل، حسيت روحي سي بون معناها شبعت. وكاو بالطبيعه ضبست ماء بحذية، خديت هكا شربة ماء وتسحرت. وكاو معناها اذن قعدت شويه خاطر هو الامساك الخمسة واليذن الفجر الخمسة وربع. فهمتوا؟ دخلت على الجوجل شفت الامساك نلقاه الخمسة، عمرت تليفوني لاربعة، انا قمت لاربعة وربع. كل شيء حاضر. مع جوز طيبت القهوة، سخنت هكا كعبة الغرايف وسمطت العظمة. معناها العظمة كما تعرفوا ميم با أقل من درجة تلقاها مسموطة هكا. هو حضرت كل شيء ومشيت حطيته في الطبق هكايا ومشيت باش نتسحر. مشيت قعدت نتسحر، وبالطبيعة بعد ما تسحرت توضيت وسنيت الصبح أذن، صليت الصبح والفجر حاضر. وبعد والله البنت ما رجعتش، رقدت نهارتها من الأربعة، قمت 4 وربع، من 4 وربع وانا قايمة حتى كشي لنوفين نهار. معناها حتى كشي لين رقدت في الليل. كي نقوم ما عادش نرجع نرقد. تو ديجا هاني قاعدة نمنتجلكم في الفيديو البنات. قمت اليوم 6 كيف صليت، و قمت قبل 6 بشوية، حجيله مع صلاة الفجر بالضبط. هو يصلي وانا قمت، هو قاعد يصلي في الجامعة وانا قمت صليت زاده حاضر. وهاني معناها تويكا فطرت ومهدي قام. عملت له حليب وهو قاعد بحذية توي، انا المنشو قاعد بحذية. ديجا تكلم. هسيلو البنات. حضرت فطوري، عملت قهوة وحطيت كعبة غرايف. عندي غرايف سخنتهم وفطرت بهم زادا اليوم، وما هدوش عملت له حليبة. حديك شي نشوف من بعد شنيا نعطيه معناها هكا. هو قمت بكري كما قلت لكم. عليه انا اول حاجه معناها كما قلت لكم باش نصلي حاضر، وثاني حاجه الحقيقه معناها قمت باش نمنتج معكم الفيديو هذايا هكا. هو فيديو نهار الاثنين لازم يهبط لكم اليوم الصباح، باش نحاول نهبطوا الصباح. اذا كان باش نخليه نبدا نمنتج العشرة والكل راه باش نهبط لكم مخر. فالبنات اوبليجي الحقيقه نمنتج الفيديو توا الصباح ونهبطه لكم الصباح. نحكي بشويه لغالب الصباح بكري بالطبيعه مانيش باش نبدا نحكي بالقوي. عبد نزلت راقده. كاو
كيما تشوفوا عندي شوية معون لهنا، جيت نغسل في الماعون. برشا يحبوا السيكونس تاع تاع الماعون. السيكونس هذيا نهديها لهالدولة والهاجر، ديما يكتبوا لي يقولوا لي نحبوا السيكونس نتاع غسيل الماعون، يحبوا الجرة والكل. انا راني من سنين نغسل الماعون نتاعي بالجافيل، نحب قطرة الجافيل مع البرودوي اللي نغسل بيه في الماعون الحقيقة. عليه نحسه يعقم وينحي لي ريحة الماكلة كومبليتمون، ينظف على الاخر الماعون، يعاون الماعون باش ينظف فيسع فيسع. حسيل لا اله الا الله محمد رسول الله. فقلت والله ما نحط لكم السيكونس هذيا مادام تحبوا غسيل الماعون، بعدين نحط لكم سيكونس تاع غسيل الماعون. حاجه اخرى البنات، ريتو كيف تحطوا جافيل في الجر، راهو في زعما يهبط داك الجر، ما يقعدش فيه برشا فوليوم كيما تحط البرودوي وحده. اما الماعون كي نضاف اكثر وريحته تبدا فايحه الحقيقه، حتى لينوكس والكل يبدا يلمع البلار، كل شيء يبان عليه نظافه، خير من اللي تغسل بالليكيد وحده. انا هكا راخي. حاجة وحيدة كيما قلت لكم الجرة فيسع ما تطيح، قلقنيش انه يعطيني ريحة الماعون متاعي معناه فاوحة وماعوني نظيف، ما تقلقنيش الجرة. اللي هما برشا يحبوا يتفرجوا في السيكونس على الجرة، أمي الله غالب الحقيقة ما نجمش ما نحطش جافيل. وفي عليا انا البريود اللي فات وما خرجتش خديت نغسل كان بالبرودوي نتاع غسيل الماعون. صحيح جرة وكل ما نعرفش نظافة مش اللي نحبها، انا نحب قطرة جافيل تعجبني على الاخر. هكا هوني باش نكمل نغسل الماعون. عندي كيما قلت لكم شويه معونات، قلت نبدا بهم هما. انا راني كي ندخل الكوجينه ونبدا عندي معون، لازمتني المعون هذاك الاولاني نغسله. كان عندي معون نظيف لازم نرجعه. ديما نبدا بتنظيم الكوجينه قبل ما نبدا نطيب. عندي الحاجه هذيا مهمه على الاخر على الاخر، غسيل المعون قبل التطييب. وهو معناه المعون هو اللي فرعس الكوجينه الحقيقه. معون هو اللي فرعس الكوجيني. كي يبدا عندك معون مغسول معني مسخ والا معون في بلاصتو لازم يرجع، هذيك اللي يفرعس لك الكوجيني. كيبدا المعون في بلاصتو تبدا الكوجينة نظيفة تعمل كيف. باهي تويك دخلت باش نطيب شقة نفطري. انا نهار لحد معني كيما قلت لكم عملت بزايد كسكسي، مازال عندي صحين هكا باش نحطهم بعض وباش نزيد معها هكا شويه شوربه، وباش نعمل سلطه خضراء، وباش نعمل بريكه باش نقلي كعبه بريك. هذا هو معناها شقة نفطري باش يكون. لان عندي ظرف تاع سكالوب البنات خديتو هذه ماني وقتها خديتها دجاجه قسمتها الزورات خليتهم سكالوب والفخاذ خليتهم هكاكا طيبت بيهم. بالنسبه للساشي هذه جبتها مكتوب عليها لازانيا، يعني نعرف اللي هذيك راهي كلها هبره. جبتها مش هبره سكالوب، ما نقولوش ما نقولوش على الدجاج هبره يعني اللحم بلاش عظم هذا هو. اللي هي طرف تاع سكالوب عرفتو. جبتها قصيتها كيكا ديكوب باش نطيب بها الشوربه. انا الشوربه ديما الدجاج اللي نحطو فيها يبدا هكا مقصوص ديكوب، ما نحطش مع الطروف نتاع دجاج ولا لحم ولا بقري ولا اللي هو ديما نقصو ديكوب صغار، فهمتو. خاطر هي شوربه ما يجيش ما تجبد باللحمه تبدا تاكل فيها ما يجيش هكا، يبدا مقصوصه كيكا تتكلم مع المغرفه. انا الحقيقه ديما هكاكا شوربه نعملها بالطروف، ما نعملهاش بلحمه كامله. اوكي تبدا تاكل تهز معني مع الشوربه طرف نتاع دجاج معاك، فهمتوا. باهي اليوم البنات حبي اختيت الشوربه ذي بكويت البيضه. قلت نفكر قبل امي كي تاخذ الشوربه ديما تحمرها على المقله ما طيبهاش هكاكا بيضه. قلت علاش ما هي تاخذ هذيك العربي مش هذه البكويت. قلت انا علاش ما نحمرهاش هذه البكويت زيد على المقله، خلينا نشوف شني تعطيني. صدقوني البنات جات فيها سيفت فيحة على الاخر، خير ملي نطيبها ديريكتومون من الباكو والله. تحمست هكي وجات ولات بنينة على الاخر على الاخر. جربوها تاخذوا شوربه ذي البكويت وتحمروها على المقلب، الحق فيها سيفت بنا غير عاديه. واصلا البنات اليوم شميت ريحه رمضان في كوجينتي والله. هاني صمت راه قبل مش اول مره هذيا نسيم. خاطر البنات شنو واش نقول لكم انا علاش ماني عندي هكا نسيم قاعده برشا ايامات. وقت الكروسيس نتاعي الطبيب حكم عليا قال لي لازمك تفطر، فهمتوا. يعني شهر رمضان كامل عطيته فتره
في الغوسيس نتاع مهدي. دونك طبيعي اوبليجي باش نرجع. رجعت عملوا اللي نقدر عليه. قعدوا لي ايامات دونك هاو سنين رجع فيهم فهمتوا. رجعت عملوا بالكدا بالكدا فهمتوا. والسنين اللي بقاو لي هاني قاعده معناها مقسمتهم على قداش من جمعه. كهو لي نكمل هو هذيك الدين لازم يرجع بالطبيعه. نعرف فما برشا نساء اللي يستهونوا بها الحكايه هذيا ما يعني يفطروا كيبداو انسانت وبعديكا يستهونوا في الترجيع فهمتوا. الحقيقة أنا نخاف منهم الحاجات هذي ما نجمش ما نرجعش فهمتوا. دونك الحمد لله ربي قدرني عملي كيما قلت لكم رجعت ما شاء الله. وبورتون نخدم عملي وراني وبالحق كي زيد عملت افيل 3 ايام كل جمعة ولا 4 ايام لين هكي قدمت بالكدا. عديت اكتوبر نوفمبر ديسمبر وانا معناها رجع كل جمعة كي رجع منها نصيم فيها ايامات فهمتوا. تعبت مش ما تعبتش خاطر بالطبيعة خدمة وكل وانا نروح مخر هكا تلقاني كل يوم هزة حاجة معايا ساعات كعبة شوكولاتة ساعات كعبة باتين اخوها من الباتشوري كل مرة حاجة فهمتوا. ناخو كل مرة حاجة ونشق بها فترة حتىش اللي نروح للدار عاد نشق فترة بالكدا. السنة هاني في الدار ارتاح الحقيقة على الاخر. فرق كبير ما بين واحدة تصيم وهي تخدم ما بين واحدة تصيم وهي في الدار. الحمد لله كله بأجره بالطبيعة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكها. به كيما قلت لكم باش نعمل الشوربة. حطيت غاديك الزيت الطماطم السكالوب وقليتهم مع بعضهم بالكدا وبعديك باش نزيدهم فلفل الاحمر الكركم خاطر انا نحبها زعرة شوية الشوربة ما نحبهاش الحقيقة ما نحبهاش ياسر حمراء ما نحبهاش حارة خاطر مهدي المرة الاخرى عملتها حارة شوية ما حبش ياكلها لي. دونك مانيش باش نكثر فلفل وهريسة دوب شوي ملول نسيت ما قلتلكمش على هريسة ملول حطيت زيت وطماطم وهريسة ودجاج قليتهم مع بعضهم. بعد ما تقليو جيت هنا باش نزيد شوية فلفل وشوية كركم. الهريسة العربي نقليها ملول تعطي بنا طحفونة باهي. جيت هنايا دوب ما نحط الفحات ونصب الماء عندي غادي كمية سخون نصب الماء سخون نحط لهنا شوية كلافس ناخو ربطة نغسلها ونحطها في الفريغو تشدني ما شاء الله. ولنا حاجة الشوربة هذيك المحمرة راهي عطات بنا غير عادية بالحق والله العظيم. اليوم وين شميت ريحة رمضان في الكوجينة والله فيه حاجات على الاخر. به حديت غديك الشوربة باش خليها تبقبق شوية بالطبيعة ومن بعد قاعدة باش نربي شوية ثوم البنات. نحط زيادة شوية ثوم من الاولى كي باش على طول ما هي قاعدة تسيب الشوربة نتاعي على قد ما تبدا ريحتها فيوحة في الكوجينة. كي تحطوا كي الهريسة والثوم شوية هريسة وشوية ثوم من اللول تفوح لكم ماكلتكم وتبدا ريحة باش نحكي لكم في الكوجينة تبدا فيوحة على الاخر. ما نحكي لكمش على الماعون اللي تحت ساقية على طول ماني نطيب على قد ما يجبد في الماعون. شيء بلاستيك شيء نوكس شيء طبعا نبدا نتحرك بالسيف. تو هاني قاعده مانش في الفيديو البارح ما نحكي لكم شيء على الدار سيقتها ونظفتها ونظمتها خليتها تهبل. تو برا طلوا عليه الماعون الكل جبدهولي القاعة كي باكويت نتاع دواء فتفتهم في القاعة حاسيلو الدار ما نحكي لكمش. هكا نكمل ما نجي معكم الفيديو ونقوم نعمل لها لمة صغيرة بفتفت. ربيت غاديك الثوم ومرقت عادة مرقت بالكدا ما يطيب لي الشوربة خاطر هي تحب تغلي بالكدا راه باش تجي طايبة وبنينة. حولتها على الغاز المغادي وغطيتها باش نخليها تغلي عاد نحطها على نار متوسطة ميلة باهي البنات كيما قلت لكم راني صايمه اليوم. هاني تو باش نقص سلايطه خضراء ركبت الشوربه ريحتها ضر فيها بنينه. ما نعرفش البنات هالاستوس نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله. لاستوس نتاع تحمير الشوربه صحيح ولا نتفكر امي قبل ديما تشري الشوربه كذا تحمرها
وانا الحقيقه اول مره نحمرها الشوربه البيضه مع البكويت، ما نعرفش اسكو تتحمر والا لا. اما حسب ماني قاعده نشم في الطنجره ريحه ولا اروع. باش نقص حين سلطه صغير، حطيت زيد الكسكيس على الغاز باش كي يقرب الاذان. ديجا البنيت توا الخمسة غير 4 وقيد كما تعرفوا يدنا 5 و4 مازالت اقل من ساعه. انا ما عندي شيء، معناها عندي جوست كعبه بريك باش نقليها بالعظمه، نحبها مهدي ما عادش لوه مهدي نهبطك راه نزلت لو حاجه نهبط، نزلت لو حاجه دوطه نهبط. قلت لكم البنات الاذان يدن 5 و4 وانا ما عنديش حاجه كبيره الحقيقه باش نحضرها. كما قلت لكم عندي كسكسي، عندي قصه سليطه خضراء فيها شيء معناها بالحق صحن صغير باش نقص، مش حاجه كبيره. حطيت الكسكسي ما خدمتش عليه الغاز، جوست حطيته فوق الغاز نقرب 5 درجين هكاك 5 درجة ونحل عليه الغاز يسخن. وكاو هذاك هو البريك عندي، خليها غادي عاش ولدي. عندي بريك خليها غادي، عندي بريكه البنات بريكه واحده باش نعمل خاطر مهدي ما يحبش العظم. شنو انا باش نعملها بالعظمه، فهمتوا؟ باش نعمل بريكه بالعظمه نحط فيها عظمه تبع جبن. لازم نصغر باي حط غادي ما تي حطها غادي علاش تمدلي فيها ما عادش تمد. تعرفوا البنات حطيت نغسل في الصابون طلب عليا نيتوايج طومبو. هاني نعمله في نيتوايج. وتعرفوا السيكل نتاع النيتوايج معناها طويل على الاخر، ساعه شنو واش من بكري وهي تخدم الغسالة. صلت الصابون الكل هو البيت من الدورة الأولانية طلب عليا نيتواياج للسيكل نتاع الماكينة، أما أنا ما عملتوش منه. كملت صلت الصابون 3 دورات عملت، كملت صلت الصابون وبعد ريحة رمضان مش نورمال. شوفي في ريحة رمضان بالشربة اللي حطيتها هذه على الغاز. مش أول مرة نسيم راهو البنات، كان تتفكروا صمت قبل يعني صمت 3 أيام تو، صمت قبل ديجا 3 أيام وهاني إن شاء الله زدت الجمعة ليش نسيم 3 أيام وما حسيتوش رمضان. اليوم حسيته ما عادش الشربة فيها إن شاء الله تجيني بنينة. حسيلو هاني فوتها سلايد عشان نحطها تبرد بعد نزيد نرجع لكم. البنات توا 5 والدرج وبقيت على الاخر حسيلو باش نبدا نحضر في شقه فتره باش نحط الكسكسي كما قلت لكم يفور مره اخرى. وهذه الشوربه طابت الله الله جات ريحتها بسم الله ما شاء الله. جوست تو باش نزيد نبرش لها 2 سنون ثوم ونخليها تاخذ غلوه اخرى ونطفي عليها هكا. انا نحب هالتكستشر تاعها. وعندي كعبه بريك كما قلت لكم باش نحط فيها تبع جبن وكعبه ضغط. كي غاديك البنات سي بون طابت الشوربه بريسك طابت هي نجم نطفي عليها. برشت لها 2 سنون ثوم باش نخلي تزيد تغلي هكا نتاع دقيقتين 3 ونطفي عليها عاد. 2 سنون اللي برشتهم في الاخر هذيكم ما يغليوش برشا دوب شويه بركه هكا تسمى طابت. سهله عاد الشوربه البنات مافيهاش اليوم بريسك حسبت نحس في روحي ما طيبتش بالحق. شوربه وطرف سلطه وبريكه نسمى ما طيبتش
ساهل على الاخر. وغدوه باش نعمل تو تشوفوني شنيا طيبت، خاطر كيما قلت لكم باش نسيب اثنين ثلاث وخميس. تو تشوفوني غدوه البنات شني طيبت. عندي شوربه كيف كيف طيبت حاجه ساهل اكسبريس فيسا طيب وبنينه برشا، يمكن يشوفوها تبلبيس اما انا تعجبني على الاخر وبنه بنه ومنفعه. شوفوا حسيلو الفيديو نتاع غدوه واعطيني رايكم في الدباره نتاعي. باهي باش نجبد عاد هونيا الماعون قيت على الاخر ديجا. شفتوني حليت الغاز على الكسكسي باش يسخن، زدت شويه ماء على المرقه اللي فيه مع الخضره باش الخضره تسخن بالكدا ويطلع الباخ الكسكسي ويسخن لي زيد الكسكسي. بالطبيعه كي نسخنوه هكاك على الفار نحسوه عباره يرجع وكانه طبطو، مش كما كي نجمروه كي نجمروه معناه يبان مجمر، اما كي يعاودوا يتفور يرجع عباره جديد. وبنين كسكسي بنين على الاخر بالحق. بنا مشخشخ بالخضره فيه يعني دجاج بالكدا زاده. انا نحبو هكاك الكسكسي، نحب الخضره اللي فيه تبدا اكثر من الكسكسي بيدو، فهمتوا؟ نحب كي ناكل الاكثريه الخضره، حتى في القراع الكرنب البطاطا حطيتش فيه برشا حاجات، يعني حطيت فلفل اخضر قليتو قراع وكرنب وبطاطا، هذا حطيت ودجاج. اما كثرت حطيت معني كونتيتي باهيه نتاع قراع كونتيتي باهيه نتاع كرنب، والحمد لله مادي معناها كليلي الكرنب عجبو، فهمتوا؟ حتى الدبارة اللي طيبتها غدويكا تشوفوها معايا معني في الفيديو نتاع غدوة بالكرنب، حطيت فيها الكرنب وكليها مهدي شيخ عليها بالكدا. هكا هو. لنا البنات مشيت نجيب في الماعون باش نحط فيه شقة فتري، والله واحد جوا عاملة جو للروحي البنات. هاكم كيما قاعدين نشوفوا مانيش مبلفطة عاملة كل شيء بكارو، واحد جو مشيخة جوي كيما نقولوه، بلا واحد وحده يموت هاكا يحاول يتصرف باللي عنده. لهنا نوري فيكم في الصحفة، عندي صحفة صغيرونة هذيك باش نحط فيها الزيتون، باش نحط فيها شوية زيتون أخضر وشوية زيتون أكحل والزيتون الأكحل كيما شفتوني معناها، أو جبت لكم الزيتون الأخضر نوري فيكم، والزيتون الأكحل بالزيت نتاعو باش نحط معناها باش نحطه بالزيت، وباش معناها كي يقعد الزيت هذيك نعدي بالخبز بنين على الآخر. بريسك الدبوزة الأولى اللي فرغتنا تاع الزيتون قريب توفى، حسيتها شويه كونتيتي تو خاطر انا مازالولي كان شي زوز دبابز قدام ودبوزه جديد 3 دبابز هكا هو، منعرفش نحسهم ما يكملوليش العام، خاطر انا كي يبدا عندي زيتون راني نحط يعني ديما كل وجبه بريتيكمون نحط صحفه، نحبو الزيتون يعجبني. اما راني البنات راهو نحس بدني كلي معناها بدني ما يحب، انا نحب ناكل المالح اما معناها نخاف من الطونسيون، خاطر في الحبال نتاعي البنات عانيت من الطونسيون نخاف منه، انا في نفس الوقت يعجبني على الاخر الجو، انا نخاف منه مش نورمال الملح مي يعجبني المطعم يزي زعما كانوا فيه خليفتي على ربي هاو لهنا البنات كيما شفتوا حط شويه زيتون اخضر شويه اكحل لكن نحطه بالزيت بنه ويوكل السلطه الخضراء والزيتون يوكلوا بالكدا. واحد صايم كيما تعرفوا واحد صايم ياكل طرف الشوربه والبريكه يحس روحو سيبون تعبت معدو، كي يحط هكا سلايطه وصحين زيتون كل مره يحس روحو اللي معني تعاونوا على التهضيم، فهمتوا؟ في ساعه تحس روحك هضمت و كيفاش نقولكم في ساعه تحس روحك هضمت وما تتقلقش برشا، فهمتوا؟ نعرفوا احنا في رمضان نبدو كل شيء على بعضه، ما هو قول الله اكبر واحنا نشيحوا على الميقله بعد باش يعني بعد ما عادش نجم تتحرك، لازم تنجم تشرب كاس قهوه، تنجم تشرب كاس تاي، تنجم تشرب حاجه تاكل حاجه حلوه ولا حتى شيء تلمو تبدا نحكي بيرسونيلمون على روحي يعني. واحد على قد معناه هكا ما يكثر ويرزم في شقة الفطر ما بالحق بعد ما ينجم يعمل حتى شيء، هو صليت ويبدا هكا بالسيف تلمو ما هو مرزن حتى الماعون وكل شيء معناه ترزن عليه بعد شقة الفطر.
هاكا واحد يحط صحين سلاطة وشوية خس باش تهضم بيه شوي، تخليك خفيفة معناها. باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. هاديك حطيت البريكة باش تتقلي، بريكة ما حطيت فيها شيء، الماء طابع جبن وكعيب عظم هكا، بنينة راهي تجي. قبل ما ناكلهوش البريك بالعظم مستحيل نحطه في فمي، سبحان الله واحد يتبدل. توا وليت نحبها على الاخر. قبل في دارنا امي كي يعملوه مثلا بريك بالعظمه تقول لي نعمل لك كعبه، نقولها لا انا ماك تعرفني بريك بالعظمه ما ناكلهوش، ديما ناكل البريك المخلط فهمتوا. وانا امي مغرومه في رمضان بالبريك، عرفتوا تعمل لي بالعظم وتعمل لي مخلط ديما، ما يخطيش نعملوش مثلا طاجين ولا مملحات ولا اي حاجه. البريك لازم منه حاجه اساسيه فوق الطاوله، وتعمل الزوز، تعمل اللي بالعظمه خاطر احنا عنا شكون يحب العظمه وفما شكون يحب المخلط. انا مستحيل ناكل واحده بالعظمه، ديما امي تقول لي هاني باش نعمل بالعظمه نعمل لك معانا، نقولها انا لا راني ما ناكلهوش. توا تبدلت كومبليتمون، وليت نموت عليه بريك اللي بالعظمه، نولي نحبو على الاخر. يمكن خاطرو اسهل لي معناها من اني نقعد نعمل نطيب الدجاج ونطيب البطاطا وبعديك باش تقلي قداش من كعبه اللي بالفرصه هذيك يجي برشا كعبات بالطبيعه، يكون اسهل لي. على هذيك وليت نحبها. ما والله اللي ولات تعجبني بالكدا بالكدا، وما فيها شي راهو تبع جبن وعظمه. اما بنه عالميه. حتى راجلي المره الاخرى كي جي عملت له بريك هكا بالعظم والجبن هكا. اما الجبن عملت رابي، شخشختها بالجبن وقت كي جي هو. عملت جبن رابي وعملت جبن تريانجل. اش باش نحكي لكم على البنه، اش باش نحكي لكم على البنه، روعه 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 بالحق والله العظيم. ما قلتلكمش البنات. اي عاد كلايك، اي عاد اللي تفرجت الهونية ومازلت ما عملت ليش لايك تعمل لي لايك. عملوا لي البنات جاي مع الفيديو. اللي تقدرها كومنتير تعمل لي كومنتير، وبربي اللي تتفرج ومهيش مشتركة تشترك في القناة، خلي هكا الفيديو يوصل اكثر مشاهدين وتطلع النومبر دو فيو نتاعو. هي عاد البنات. نحبكم راني ماني وخيتكم. باهي لأن باش نعمل الدريساج نتاع الصحن نتاعي. حطيت غاديكا صحن سلطة، وجبت غاديكا الصحن اللي فيه ولا صحفة صغيرونة حطيت فيها الزيتون. نستنى في البريكة هونية هيا باش اطيب. حمرتهاش برشا شوك الشرب الله الله، ريتو نحبها زعرة انا هكيكا منحبهاش حمرة برشا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو شقا فطر البنات. هذه الشوربة هنذوقها معكم، هاتوا مغارفة هنذوقها معكم ونعطيكم رأي. هكا كان شقا فطري البنات. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. الفيديو هنا ما عادش فيه برشا، قريب يوفى. نقولكم نحبكم برشا وربي يخليكم ليا، والله لا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، وربي يعطيكم ما تتمنوا. انسي الكل. باي باي وبسلامة.